السلام عليكم. وانت داخل على 2023 لازم تكون عارف ان لو ما عندكش ملمع للجزمة ينفع تلمعها ببطن قشرة موزة. ولو جسمك مليان وعاوز تبان انك رفيع ابعد عن الالوان الفاتحة المخططة بالعرض وخليك في الالوان الغامقة المخططة بالطول. لازم تدخل الحمام وتفضي القولون كل يوم علشان لا قدر الله شعرك ما يقعش وبشرتك ما تبقعش وراسك ما تصدعش ومزاجك ما يتعكرش. ولو قررت تبعد عن حد ابعد من غير مشاكل علشان لو احتاجته في يوم من الأيام يكون الرجوع سهل ومن غير إحراج. ما تحلفش بالطلاق وخلي شرابك وحزامك نفس لون جزمتك علشان تكون أشيك. ولازم تكون عارف إنك امتداد لأهلك، وأي عمل صالح انت بتعمله ربنا سبحانه وتعالى بيعطيهم ثواب عليه. حتى ولو كنت صح ما تدخلش كل شوية في جدالات ومناقشات ترهق طاقتك ومجهودك، وساعتها ربنا سبحانه وتعالى هيعطيك ثواب بيت في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أنا زعيم بيت في ربض الجنة. ربض الجنة يعني وسط الجنة، لمن ترك المراء. قالوا: وما المراء يا رسول الله؟ قال: الجدال. وما تغسلش راسك بالشامبو أكتر من 3 مرات في الأسبوع علشان لا قدر الله شعرك ما يقعش. وحاول تحط كام قصرية زرع في بلكونتك وتسقيهم باستمرار، هيساعدوا على تحسين مزاجك ونفسيتك. اعمل الخير وما تستناش مقابل. قدروك خير وبركة، ما قدروش فانت ما كنتش مستني حاجة من أصله، وربنا سبحانه وتعالى عوضه أكرم وأكبر. الأطفال دعوتهم مستجابة، خليهم يدعوا لك. واللي بيتكلم عن غيره في غيابه ربنا سبحانه وتعالى ما بيريحوش في قبره، فما تعملش كده تاني. ما تصاحبش حد بيمل بسرعة لأنه هيجي يوم ويزهق منك. الملول ملوش أمان. ولو عاوز تحافظ على كرامتك ما تطلبش الطلب من حد أكتر من مرة واحدة. لما تيجي تتكلم حاول تختصر، لأن ده هيزود الاهتمام بكلامك. ولما تفتكر الحاجات الوحشة في الوقت الحلو هو ده النكد بعينه. أحلامك وطموحاتك مش في بالها دلوقتي إن أنت مخنوق أو تعبان. لازم تجمد وتكمل علشان ما تروحش منك. ولو علاقتك بحد ناجحة ما تحكيش عنها. أنا عارف إن ده غصب عنك، بس العلاقات زي الفلوس بتتحسد. وعاوز أقولك إن مفيش إنسان كامل. خد من الناس الحلو وسيب الوحش. ولو رضيت عن حالك مفيش أي حاجة هتفسد عليك متعتك بالحياة. الحزن ممكن ما يموتكش، ولكن الأكيد إنه هيفقدك المتعة بكل النعم اللي في إيديك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فلعل ربنا سبحانه وتعالى يجعل في الأمور أمور يدهشك بالعطاء ويفرج كربك عن قريب وييسر أمرك ويجعلك في أحسن حال.